خد تعالى داخل هنا تعمل ايه؟ مشاهدتك اتكشفت يا استاذ، داخل تشوف افلام تجيب اكتئاب؟ مش كفايه يا ابني الاكتئاب اللي احنا فيه؟ ما احنا عندنا يا ابني اكتئاب جوه. والله لو اقول لك شويه افلام لو كلت فراخ مش هيعملوا معاك حاجه. تعال. واول فيلم معانا فيلم The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. الفيلم ده بيحكي عن ايه؟ بيحكي عن شاب فاكهه زي اي شاب فاكهه في الدنيا، راكب القطر زيه زي اي مواطن امريكي بيركب قطوره، مش عارف ايه قطوره دي. فالمهم بالصدفه قابل واحده كده تايهه مش فاهمه حاجه في الدنيا، مش عارفه هي عايزه ايه. فقعد معاها وقال لها عينيكي فيها حزن، والحياه السهله ما بتصنعش ابطال، والبحر الهادئ لا يصنع صيادا ماهر والكلام ده. وراح مديها واحده انا شفتك فين قبل كده، جابها على طول، البت جت على طول معاه. فالاتنين الدنيا بقت ما بينهم حلوه، واللي هو انت مش فاهم حاجه ازاي بقوا سمنه على عسل كده من اول قعده. ايه العبط ده؟ ايه الفيلم ده بقى؟ بس اللي حصل ان الاتنين دول كانوا مرتبطين اصلا لمده سنتين، والعلاقه ما بينهم كانت نهايتها مش اخلاق خالص، والدنيا كانت بايظه. فالبنت دي عملت ايه؟ عملت عمليه في مركز طبي معروف بتشيل اي ميموريز ليها في ذاكرتها ليها علاقه بالواد ده. ايه ده بالسهوله دي؟ بالسهوله دي. هيجي بقى واحد ناصح يقول لي طب ما الواد بقى مش عارفها. مش هقول لك، روح اتفرج على الفيلم، لان اللي جاي بعد كده كله سواد. روح اتفرج بقى مكتئب يا بتاع الفراخ، مش عارف مش تعمل فيك حاجه. تاني فيلم معانا فيلم اسمه روم. الفيلم ده بيحكي عن ايه؟ بيحكي عن عيل صغير عنده 5 سنين، هو وامه بتربيه زيها زي اي ام، بس ظروف التربيه مش زي اي ام. ليه بقى؟ لان الواد وامه عايشين في مكان كده كام متر في كام متر، وما يعرفوش اي حاجه عن العالم الخارجي، وحاجه يعني لا تصلح للمعيشه الادميه. بس طبعا امه عامله له عالم موازي جوه، واللي هو انت يالا مش ناقصك حاجه عن العالم اللي بره. فالواد طبعا مش عبيط يعني، فجاله فضول اللي هو يا ماي ماذر، هي دي الدنيا اللي انا جاي عشانها؟ لا دي اوفر ريتد يعني، لو اعرف ما كنتش جيت. بس الواضح ان في حاجات خلتهم مضطرين ان هم يبقوا محبوسين الحبسه السوداء دي، وما يعرفوش اي حاجه على العالم اللي بره. وامه هتعمل خطه نسبه نجاحها 1%، 1% علشان يهربوا من المجهول بالنسبه لكم، وطبعا معلوم بالنسبه للي هيشوف الفيلم. الفيلم الثالث معانا فيلم ريكوايم فور ا دريم. الفيلم ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الادمان بكل مفاهيمه، وازاي الادمان بيقدر يغير من حياه البني ادم. مش المقصود من هنا ادمان المخدرات بس، ادمان اي حاجه بقى في الدنيا، ادمان مخدرات، ادمان تلفزيون، ادمان نت، ادمان العاب، اي حاجه، ينعم ميتين اهلك. فهو بيتكلم عن الادمان بشكل عام. فالفيلم جايب لنا 4 شخصيات عندهم احلام ما اتحققتش، وازاي طبعا الادمان ده داخل في حياتهم وغير من طبيعه احلامهم ودشملت، والناس دي خلاص زعلت جامد يعني من الادمان ده. فالفيلم ده بنرشحه لكل الناس اللي هي المدمنه عشان تتفرج على الفيلم وتعرف الادمان ده هيوديها لفين. وطبعا مش مدمنين يتفرجوا على الفيلم وبعدين يفرجوا لاصحابهم المدمنين عشان يعرفوا ان الفيلم ده هيوديهم لفين. هتشوفوا يعني هتشوفوا. الفيلم الرابع معانا بقى، الفيلم ده بقى بالذات فشخني اكتئاب وكلت فراخ ما عملش معايا اي حاجه. فيلم مانشستر باي ذا سي. الفيلم ده بيبدا باول واخر مشهد مش كئيب في الفيلم. بيبدا بايه الفيلم؟ واحد بيسال ابن اخوه الصغير بيقول له لا انت لو الدنيا ضاقت بيك وهتعيش فتره كبيره مع واحد بس، هتختار ابوك ولا عمك؟ طبعا مفيش مفاجاه، هيختار ابوه. وبيهزروا بقى سوا عشان ده هيبقى اخر هزار تشوفه في الفيلم. بيبدا المشهد اللي بعد كده نفس الراجل بتاعنا بس عايش حياه كئيبه ومش طايق نفسه ولا طايق حد ولا طايق الدنيا كلها، وهتجيله مكالمه هتغير من حياته. ايه بقى؟ استني انت، ايه بقى؟ ما انا قايل لك في اول الفيلم مفيش غير مشهد واحد بس اللي هو مش هنكتب فيه. المهم بقى المكالمه دي محتواها ايه؟ واحد بيكلمه وبيقول له ان اخوك جاله مرض مزمن ومحجوز في المستشفى، وطبعا لازم يرجع لاخوه في المدينه اللي هو كان قاعد فيها. فبيرجع المدينه بيتفاجئ ان اخوه ميت، وبيتفاجئ كمان ان اخوه خلاه واصي على ابنه. فالازمه هنا ايه؟ ان البطل بتاعنا مش عايز يقعد في المدينه عشان حصل له شويه صدمات ومشاكل وحياته اتدمرت في المدينه دي، فمش عايز يقعد فيها. فالفيلم ده كله معاناه واكتئاب وحاجه كده تقطيع شرايين. ليه بقى الفيلم ده بالذات؟ لان الراجل مضطر يكمل الحاضر ده ويعيش مع ذكريات الماضي اللي بقياله في المدينه دي. فاي حاجه بقى اكتر من كده مش هقول لك، ادخل شوف الفيلم. الفيلم الاخير معانا فيلم اسمه 7 باوندز. الفيلم ده بيحكي عن ايه؟ بيحكي عن واحد عمل حادثه قتل فيها 7. مين ال7 بقى دول؟ خطيبته و6 كومبارسات، 6 محدش يعرفهم يعني، فالمخرج حطهم كده قتلهم. المهم الراجل قرر ان هو يساعد 7 اشخاص من المساعده اللي هي المأساويه دي، المساعده اللي هي تخليك تبكي، يعني مثلا يتبرع بكليته، يتبرع بكبده، يبيع نفسه، الحاجات دي. فادخل بقى شوف الفيلم، شوف الراجل هيعمل في نفسه ايه. فلو كعبك الفيديو خش بقى اعمل لنا لايك وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات وشير، وقول لنا بقى في الكومنتات ايه الافلام اللي انت شايفها ممكن تجيب اكتئاب برضو للناس، ساعدنا في الحاجات دي. ولو عايز اي ترشيحات تانية سواء افلام او مسلسلات اكتب لنا برضو في الكومنتات عشان هنجيلكم بحاجات ما تعرفوهاش. واحلى مسا على كل الناس اللي متابعانا من كل حته واللي هتتابعنا جديد. سلام.